السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين عاد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نقدم لكم الوصفة الصابلي. راح نشوفوا المقادير. عندنا حبة بيض، زوج مغارف حلوة الترك يعني حلوة مليانة. عندنا فرفارة، نص كاس سكر جلاس، ونص كاس مايزينا، و125 غرام دهان. هنايا الدهان لازم يكون غامولي على درجة الحرارة الغرفة. آه، راح ناخد 125 غرام دهان مع نص كاس تاع سكر جلاس. هنايا سكر جلاس ولا اي مكون جاف لازم تغربي ليه، باش لا كان فيه هادوك الحبيبات. اي حاجه شتيها كي تغربي ليها راح تجي فيها هادوك الحبيبات. لازم تغربلي اي حاجه. وراح ندير وحده لافاني وحبة بيض. هاد المكونات راح نخلطهم مع بعض حتى يتماسكوا مع بعضهم بعض. لازم يولوا الدهان تاعنا خاص يولي ينحل مع هادوك المكونات السكر والبيض. وراح نضيف حلوة مليانة. ما راحش تشري بزاف، غادي ديري لحساب زوج مغارف كبار. ولا درتي دوبليتي لا كونتيتي في نص رطل تاع دهان، راح ديري 4 مغارف تاع حلوة مليانة، وكاس سكر، وكاس مايزينا، وزوج حبات بيض. راح انا هنايا زدت درت المايزينا وغربلتها تانيت. وراح نخلطها ملح. وهنايا راح نضيف فرفارة على راس مغرف صغيرة تاع قهوة، باش هنايا غادي كي نديرو صابلي حبة ولصقوها مع حبة. لازم ما يجيكمش منتفخ بزاف، لازم ما تكتريش الفرفارة. باش كيما نقول الكاطو تاعكم ما يتخسر لكمش، ويجيكم المنظر تاعه ما يجيكمش شباب. لازم ما تكتريش الفرفاره من ديري الكاطو. اي كاطو لازم كي تلصقيهم مع بعض حبه مع حبه، ما راحش ديري الفرفاره بزاف. وهنا هي الفارينه راح نضيف حسب لمة العجينة. يعني كي تشوفي العجينة نتاعك تلمت وبدات تماسكت مع بعضها البعض، وما لازمش هنايا الكاطو نتاعنا تقسحوه، خاطرش الكاطو تاعكم ما راحش يجي شباب وراح يجيكم قاصح. هنايا لازم العجينة تخليها طرية. وكي راح نلمها راح نخليها ترتاح لمدة 10 دقائق حتى ربع ساعة. لازم العجينة تاعنا تاع الصابلي لازم ترتاح. وشوفوا كي جات معانا طرية. وراح نغلق عليها ونخليها ترتاح. هنايا بعد ما فاتت ربع ساعة، خليتها ارتاحت. راح راح ناخد البورصة، تحليها ولا بابي باش تورقي عليه، باش ما تلصقلكش على الطابلة ولا على البوطاجي اللي كنتي يعني في بلاصة اللي تكوني تخدمي فيها. لازم ديري تحتها بلاستيك. هنايا راح نورقها. وهنايا طبعا اللي استعملتي انا استعملت
نوعت هنايا من الاشكال. هنايا استعملت طابع المربع، واستعملت القلب، واستعملت دائرة، ودي استعملي اللي حبيتيه، النوعية والشكل اللي حبيتيه. هنايا لازم العجينة كي تورقيها ما راحش تخليها غليظة بزاف، وما راحش ترقيها بزاف، خليها شوية شوية. انا رققتها شوية، ما هي راح تنتفخ لك شويه، ما راح تنتفخ لك بزاف. هنايا قلت لكم ما تكتروش الفرفاره باش ما تجيكمش غليظه بزاف. ها هي الجاتو نتاعنا. هنايا قلت لكم استعملوا ساشي ولا اي نوع من البابي. راح تساعدكم في كي راح ترفدوا الجاتو نتاعك. هنايا الجاتو تاعك باش راح يجيك كيما هكا، كيما راكي تشوفي يجي بومبي، لازم ديريه تقطعيه فوق الساشي. هنايا بعد ما كملت الجاتو تاعنا دخلته للفور وطيبته. شوفوا هنايا بعد ما طاب معنا وجبته من الكوشه. هذه هي لا كولور اللي حبيتها. هذه هي لا كولور تاني تاعه، ما راحش يجيكم محروق، راح يجيكم نورمال. خليه شويه ابيض، انا هنايا شويه حمرته شويه. وهنايا راح نروحوا للتزيين. راح ندير انا هنايا درت لكم زوج انواع تاع التزيين. انا خديت هنايا الجاتو، درت له السكر غلاس. هنايا السكر غلاس راح ديريه لازم ديريه في الغربال ولا في هذيك الصفايه كيما انا اللي غربلت فيها. راح ديريه فوق الكاطو، راح يجيك شباب بزاف. وهنايا راح تاخدي الكاطو. انا خديت هنايا مربى المشمش، وتقدري ديري اي نوع من المربى ويجيك هايل بزاف. كما راكي تتابعي معانا، هنايا خديت غير مربى المشمش. ما هنايا تقدري في الوسط ديري الكولورون، تبغي ديريه احمر. انا حبيته سامبل، ما بغيتش ندير هذيك الحموريه اللي تجي من الفوق. انا عجبني كيما هكا، انا نبغي حاجه سامبل، ما نبغيش حاجه اي حاجه تكون زياده ولا. الجاتو تاعكم راح يجيكم بنين 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 بزاف بزاف. هاد الجاتو اللي استعملته لكم راح تستعملوه في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس. راح يجيك هايل بزاف. أنا مديت لكم زوج أنواع تاع آه، تاع الديكور. أنا هنايا استعملت قلت لكم سكر جلاس، والقاطو الثاني راح تشوفوا معانا. راح درت له العسل من الفوق، ودرت له الكاوكاو. كنت رحيته مليح، رحيته رقيق بزاف باش راح يلصق لكم ويجيكم الديكور تاعه شباب. هنا كذلك استعملت غير مربى المشمش. دهنت القاطون تاعنا، ما راحش تكتري له باش ما يبقاش يسيلك مع الجناب، وديري شويه في الوسط. راح يجيك واحد المذاق رائع رائع بزاف بزاف. انا راح نكمل هاد القاطون تاعنا، وان شاء الله تجربه ويجيك بنين هايل. صدقيني راح كي تجربيه راح تبقاي تستعمليه غير هو. وان شاء الله لا كترولي ملي جاب وابونيو لي.
ها هي هو القطو تاعنا بعد ما كملته راح نشوفوه على صحن التقديم، والسلام عليكم. ها هي بعد ما شفناها على صحن التقديم، هذه هي النتيجة، وجا رائع رائع بزاف وبنين.